السلام عليكم، شلونكم شادون بخير؟ قناة أنس وأصالة، قناة انشأت من أكثر من 6 سنوات. هي قناة عائلية وكلش كبيرة، عندها 14 مليون متابع. هاي فقط على القناة الرئيسية باليوتيوب، وبعد مسيرة استمرت لأكثر من 6 سنوات وبلا سابق انذار انتركت القناة. خلينا نشوف رد فعل منشئي هذه القناة بنفسهم. العيد هذا عنوان الحلقة. شو عنوان الحلقة؟ هل أنس وأصالة ابتعدوا عن القناة العربية لأسباب مالية؟ أوكي يا جماعة، القناة الأجنبية بتعمل أكثر فلوس من القناة العربية، هذا كلام صحيح، ولكن القناة الأجنبية عندها ضغط مادي، يعني لازم يكون في كثير شغلات تنصرف على القناة حتى تقدر انك انت تدفع. بس قبل شوي بلش بإيه أو لا؟ لا، ما انت هلا حياخذوا الكليب مثل ما هو. هل القناه العربيه لا بلش. هل ابتعدتم عن القناه العربيه بالاسلام؟ لا اكيد لا. اكيد لا. لانه السؤال اكيد 100% لا. اوكي خلص، انا اسف، تفضلي. انا والله تضايقت شوي بس اوكي اصلا يلا روحي. انا كنت حقول لا، والجواب هو لانه الانسان لما يكبر سنه بعد سنه اهدافه بتكبر، صح؟ اهداف جولز، فهو الموضوع خرج عن قصه المال وصار موضوع جولز. اوكي، راح اختصرها بكل بساطة على مود الفلوس، وما قالوا لا مو على مود الفلوس وبلا بلا بلا. بس لو نجي نشوف الموضوع من ناحية ثانية، القناة الأجنبية تطلع فلوس أكثر من القناة العربية بأضعاف أضعافها، وصراحة ما انطوا كلام كلش صريح، بس غيروا بالموضوع ونقدر نقول لفوه. هسه هذا رأيي أنا، خلينا نشوف رأي الجمهور. طبعا هذا الشخص كاتب: الخلاصة يا جماعة، أنا صالح استغنوا عن القناة العربية، بس أقسم بالله بحياتي ما شفت وقاحة وتكبر وتصنع واستفزاز للجمهور العربي مثل ما شفت بأسلوبكم. أوكي، خلينا ما نقول وقاحة واستفزاز وإلى آخره. هما كانوا من المفروض إنه أقل شي يسووه ينزلون فيديو على القناة الرئيسية ويعتذرون بيه للجمهور، لأن حرفيا هذه القناة صار لها 6 سنوات ومتابعيها 14 مليون شخص وأغلبيتهم أطفال. هاي لو مو كلهم، فنقدر نقول اكو اطفال تربوا عليها وكبروا على هذه القناة، فمن حقهم اقل شيء تبرير واضح. خلينا نكمل التعليق. حذفتوها كلها من الانستغرام. اوكي، التعليق هذا كلامه بي كمية انتقاد كلش صحيح، والسالفة مال الانستغرام صراحة كلش انشهرت. للي ما يعرف، أنس وأصالة نزلوا بوست على الانستغرام كوما يجي عليهم تعليقات انتقادات، وحسب التعليقات كوما ناس كاتبة ليش حذفتوا تعليقي وراح أظل أعلق، وكلش كوما أشخاص كتبوا مثل هاي التعليقات. فهالشي يثبت إنه من صدق يحذفون التعليقات السلبية. هالشي كلش خطأ، المفروض يتقبلون التعليقات أو أبسط شي ينزلون اعتذار مثل ما قلت قبل شوية. خلينا نكمل التعليق من عندي. طبعا هذا الشخص اختصر الفيديو كله بانتقاده الأنس وأصالة. أقول رأيي الخاص، ممكن أن تتفق وياه أو لا. مثل ما قال صاحب التعليق، صح يقدرون يصورون وبكل سهولة على القناة العربية مثل ما يصورون على قناة الفلوجات والأجنبية والقنوات الباقية. صراحة أنا أشوف هالشي خطأ كبير جدا، وبالعراقي حرفيا بعراها. على الأقل يقدرون ينزلون فيديو أو بث يوضحون بشكل أكبر وأصدق سبب ترك القناة. هسه أنا ما عندي مشكلة إذا تركوا القناة أو لا، أنا أصلا ما أتابعهم، محتواهم موجه للأطفال. بس لو كنت طفل وصار لي 6 سنوات كبرت ويا فيديوهاتهم وفجأة أشوفهم يتركون القناة كلها، حتكون صدمة كلش كبيرة وخيبة أمل. المهم، انت شنو رايك بهذا الموضوع؟ اكتب لي اياه بالتعليقات. وبس هنا وصلنا لنهاية الفيديو. لو عجبك محتوى القناة لايك واشتراك، ويجي ويانا حجي مليون. مع السلامة.